ليه المطبخ مكركب دايما وازاي امنع ده؟ انا سارة من فريق كارل منزل، والنهاردة هنتكلم معاكم عن حلول هتخلي المطبخ منظم ومرتب اكتر. افتكري تعملي سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان توصلك كل الافكار الجديدة عن ديكور وتنظيم وترتيب البيت. في سببين اساسيين لكركبة المطبخ. اول واحد ان مفيش اماكن كافية للتخزين، وتاني واحد ان مفيش استغلال مظبوط للمساحات وبالتالي بتحصل الكركبة. هنقولك كذا فكرة تنفع لمقاسات مختلفة من المطابخ، سواء المساحات صغيرة او متوسطة او اكبر شوية. اول فكرة هي ان انتي تشتري اثاث متعدد الاستخدام، زي مثلا الترابيزة دي. الكراسي بتاعتها بتدخل تحتها فبيبقى شكلها منظم ومرتب جدا. في نفس الوقت الكراسي بتتفتح وفيها اماكن للتخزين، تقدري تخزني فيها الحاجات اللي مش هتستخدميها يوميا او اللي مش هتستخدميها في وقت قريب. والفكرة دي تنفع لأي مساحة، سواء المساحة صغيرة او متوسطة او كبيرة. تاني فكرة هي ان انتي تستغلي المساحة اللي حوالين الشفاط، تقفليها وتستخدميها كرف توابل زي كده. الفكرة دي كمان تنفع لأي مساحة من مساحات المطبخ. الفكرة رقم 3، ودي مناسبة اكتر للمساحات الاكبر شوية، ان انتي تعملي غرفة مخصصة للخزين او walk-in pantry. الفكرة دي بتخلي المطبخ منظم جدا جدا، وكمان مفيدة لان انتي بتشوفي كل حاجة قدامك واضحة. الفكرة الرابعة هي ان انتي تعملي القعدة في المطبخ عبارة عن بنش لو المساحة تسمح طبعا، وتعملي كمان في البنش ده مكان للتخزين، برضو تخزني فيه الحاجات اللي مش بتستخدميها يوميا او الحاجات اللي هتستخدميها في وقت بعيد شوية. الفكرة رقم 5 هي فكرة ليها علاقة وظرفة محيرة جدا جدا في المطبخ، واغلب الوقت بنبقى محتارين نعمل فيها ايه، وهي الظرفة اللي في الكورنر. هنقولك على فكرتين ليهم علاقة بالتخزين والترتيب بتاع ظرفة الكورنر، واختاري المفضل بالنسبة لك. اول فكرة ان انتي تستخدمي اكسسوار متحرك زي ده لسهولة الوصول لكل حاجة جوه الظرفة. تاني فكرة ان انتي تعمليها بتتقفل على بعضها زي كده، وتعمليها مفتوحة من جوه ارفف فقط بدون اي اكسسوارات. الفكرة رقم 6 هي ان انتي تعملي في مطبخك ادراج، مش بس خزانات بتتقفل وتتفتح، لا اعملي كمان ادراج حجمها كبير وعميقة. ممكن تنفع لأي تخزين حاجات هتستخدميها بعدين، ممكن تحطي فيها أطباق على حسب تفضيلاتك وعلى حسب استخدامك. الحقيقة في أفكار كتير جدا للتخزين واستغلال المساحات، ولكن اهم حاجة ان انتي تختاري الفكرة المناسبة لمساحة مطبخك، كلها تكون مريحة بالنسبة لك في الاستخدام. قوليلنا في الكومنتس لو عندك افكار تانية.